رغم كل الظروف العصيبة التي يعيشها العراق، تبقى الرياضة المتنفس الوحيد والبوابة الواسعة التي من خلالها يتداخل عراقنا مع بلدانه المجاورة في سبيل الرقي والتطور والخروج من الأجواء الرتيبة. وما يقيمه اليوم الاتحاد العراقي لكيكو شنغاي من دورة تدريبية دولية ما هي إلا تأكيد للدور الإيجابي الذي تلعبه رياضتنا بمختلف أشكالها. اليوم بهذا رغم الوضع الأمني، وضع الاقتصادي، وضع الحرب، انك انت تعمل معسكر دولي، معسكر وتجيب خبير من برا كعراق، هذا الشيء بيرفع الراس. وانا كثير سعيد وعم بتشوف يعني اسم الله، رغم انه هول من المحافظات، البعض في محافظات ما قادره توصل، بس نتمنى انه ترتاح العراق لحتى يجوا كل المحافظات ويشاركوا بهالمعسكر ان شاء الله. الأزمة المالية التي عصفت بكافة المؤسسات الحكومية لم تمنع القائمين على لعبة الكيكو شنغاي من تنظيم معسكرها الدولي الأول للموسم الحالي بحكم العلاقات التي يمتلكها اتحاد اللعبة. هاي الدورة التدريبية والمعسكر الدولي الأول سنة 2016. حقيقة هذا المعسكر ولد بظروف صعبة جدا وظروف اقتصادية دعمها الاتحاد والبلد عموما، ومع ذلك تمكنا بحكم علاقاتنا الخاصة وتراصنا الاتحاد الآسيوي من خلال علاقاتنا بمعظم الخبراء بالعالم تمكنا من إقامة هذا الحدث. اليوم هذا معسكر دولي من خلاله يتضمن دورة حكام دولية ودورة مدربين دولية. الحمد لله يعني من اجى هذا الخبير، يعني اللاعبين المدربين يعني استفادين نوع من الخبره. العراق يفتقد الى هيك يعني وجود كفاءات عاليه من مختلف دول العالم، واحنا الحمد لله برئاسه الاتحاد اقام هذه الدوره، واكيد يعني رغم الظروف الصعبه الحمد لله احنا مستمرين بهالشيء هذا رغم كل شيء. أكثر من 120 مشتركا ما بين حكم ومدرب انخرطوا في هذا المعسكر التدريبي الذي سيعمل على صقل مواهبهم لرفض اللعبة بخبراتهم التي سيكتسبونها من مفردات المنهاج التدريبي لهذه الدورة. فتح آفاق الرياضة المحلية على الدول الخارجية خطوة في الاتجاه الصحيح، سيما وإن إقامة مثل هكذا معسكرات تدريبية دليل واضح على وجود الاهتمام بالرياضات الأخرى التي دائما ما تعاني الظلم والتهميش. من بغداد، محمد الخفاجي، المدى.